على اللوحات ورسم وحاجه جميله طبعا بحضور السكرتير العام والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والجهاز التنفيذي امام حضرتك كده. انا عايز اقول لك حاجه، الصور على الشاشه امام حضرتك. انا قابلت اللي هو طارق الشاذلي بالصدفه امبارح، وانا امبارح في جوله في الشوارع كده، بصيت لقيت الشخصيه دي انا عارفها باللبس ده، باللبس بيحب يمشي زيه زي اي مواطن، مواطن بدرجه فقد الشوارع بدون جهاز تنفيذي يعني، باللبس بالقميص بالبنطلون بالكوتشي بتاعه، جاي واضح ان هو بيتريض من مقر اقامته في الشاليهات رايح المحافظه ومكتبه، ماشي ناحيه ميدان الخضر ورايح، وقفت يعني حيته كده، قلت له انت بتفكرنا باللي هو تحسين شنن محافظ السويس، كان يمشي في وسط الناس كده ويشوف الناس عايزه ايه، ويفاجئ المسؤولين والجهاز التنفيذي معاه بمطالب الجماهير منه وما بيمشي في وسط الشارع معاهم. اللي حصل ده في المدرسه الفندقيه ليه؟ احنا بلد سياحي، عندنا لا يقل عن 40 منشأة سياحية. لما هو يشجع الأولاد في المدرسة الفندقية في أول طريق ناصر، ده بيدي دفع عليهم وبيدي اهتمام من إدارة المدرسة ومديرية التربية والتعليم بهذا المنشأ اللي ممكن يبقى مفرخة لهذه المنشآت، وخصوصا لما يكون الفنادق. لا، والنهارده ده خبر حصري جاي للبرنامج، النهارده محافظ السويس هناك يرحب بوفد كلية التجارة ووزارة الأعمال بجامعة حلوان، ويؤكد على أهمية ربط الدراسة. طبعا احنا بنشكر الدكتور عبد الله رمضان على طبعا يعني الوفد الجميل اللي حضر، وراحوا فين؟ متحف السويس، وراحوا الكورنيش، وراحوا بورتوفيق، ولفوا هو السويس. ده الخبر ده حصري دلوقتي للبرنامج. الدكتور عبد الله رمضان هو اصلا استاذ في جامعه حلوان، وهو دايما بيسخر كل امكانياته اللي هي خارج